السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها الأصدقاء والأعزاء والمتابعين. أريد أن أوضح عن المشادة التي حصلت للفنان أيوب طارش على لسان الشيخ أحمد عبد الله العديني. أعتقد أن هذه المرتبة التي حصل عليها الفنان أيوب طارش لم تأتي، لم يكن لها نية مسبقة من الشيخ عبد الله العديني، ولكنها عناية الله التي جعلت من الشيخ أن يقدح في أيوب طارش بعدما وفي هذه الفترة التي قد مضى على أيوب طارش الفنان الكبير أيوب طارش عبسي أعواما كثيرة ولم يتعرض له، ولكن جاءت على لسان الشيخ عبد الله العديني، مما جعل الناس يحبون هذا الفنان الكبير حبا كبيرا، ولفتوا إلى ما صنع من مجد للوطن من الأناشيد، ومن الأناشيد الحماسية، ومن الزراعية والفنية، والتي اشتغل بها أيوب طارش عبسي. فأجد التواصل الاجتماعي منشغل بحب أيوب طارش، وأجد التيك توك أيضا منشغل، وكذلك الناس في الشارع وفي كل المقايل وفي كل مكان يتحدثون عن هذا، عن أيوب، خاصة بعدما جاءت 2011 ظهر هناك فنانين يقلدون الحماسية ومن الزوامل ومن جميع الذين يريدون أن يبدعوا ويذكروا تاريخ أيوب طارش وحبه وحب الشعب في قلوب الناس. ولكن أيوب طارش تجددت له هذه المحبة، وتجدد العطاء له، وعاد الناس شغفون بهذا التراث وبهذا العطاء الذي قدمه أيوب طارش. فأجد أن أيوب طارش قد رجع قد رجعت له القلوب بشوق كبير وبلفتة كبيرة، أن هذا الهم كان قد نسي، وأن هذا الشامخ قد كان نسي، تعامس عليه الناس، وأنها رصيد هذا الوطني الكبير قد غفل عليه الناس. ولكن عناية الله سبحانه وتعالى قد رتب له على لسان الشيخ عبد الله العديني. أعتقد أن هذه مرتبة قد أوعز إليها الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الوطني الغيور الشريف، وهو في بيته الذي لم يصنع بالوطن شيئا، ولم يغتر يوما، ولم يقل أني صاحب مكانة، ولم يقل أني أملك هذه القلوب، ولم يقل أني سوف أريد أن يكون لي حظا وسلطة، ولكنه تغنى بهذه الأمجاد، تغنى بهذا الوطن، تغنى بهذه الزراعة، تغنى بهذا بحب الوطن، وهو من صميمه ومن وجدانه ومن مشاعره التي يعزف عليها ويعكف عليها، وسيغادر من هذا الوطن وهو شريفا غيورا وطنيا، لم تعطيه الحياة إلا حبها، ولم تعطيه القلوب إلا مكانته التي يستحقها، ولم يعطيه الفن إلا مكانته الساطعة. وأتمنى وداعا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.